عصابة استغلت حب وثقة الشعب العراقي بمواطني الخليج العربي. أفرادها يتكلمون اللهجة الخليجية، يحملون معهم عملة أجنبية ما إلها أي قيمة، يدعون رغبتهم بمساعدة الفقراء والمحتاجين. وهنا راح تبدي عملية النصب والاحتيال على الضحايا بمساعدة شخص يدعي أنه صاحب صيرفة. إلى التفاصيل، اشرح لي طريقة النصب والاحتيال اللي تنفذوها على المواطنين بالتفصيل. نعم سيدي. أي. سيدي احنا مجموعة مكونة من 5 نفرات. 5 متهمين موقوفين. 5 متهمين نعم. نعم. أجي أنا بالسيارة نوع أجرة سايبة. أي. أجي أحكي ويا المواطن، أحكي وياه لا على التعيين، لا لو التعيين. تعينوهم. لا على التعيين سيدي. نشوفها بلغة شنو تحكي وياهم؟ نحكيها بلغة خليجية. نعم. هسه راح يجيك مواطن. نعم سيدي. اريد اشوف الطريقة شلون تنفذوها. نعم سيدي. باشر. السلام عليكم، يعطيك العافية. لو سمح سؤال، في هني جمعية حق مؤسسات فقارة حق محتاجين مصاري أو شيء، عشان معنا مصاري حابين نعطيها حق الفقارة والمحتاجين. نعم. هنا يتدخل سيدي دور العراقي. المتهم الثاني. المتهم الثاني اللي عراقي. باشر. اسألني. لو سمحت يعطيك العافية، في هني فقارة محتاجين مصاري، ما عندهم شيء نعطيهم نساعدهم؟ نعم موجودين. نعم. طيب أنا مخصص حق كل عائلة $500. أنا ضيفك من البحرين. أهلا وسهلا. كيف طريقة ننتبه عندكم الحين؟ أنت تعطينا إياها احنا واحنا نوديهن. يعني لو أعطيكم إياها ما في مشكلة بتوصلوهم؟ إن شاء الله. طيب أول شيء اللي طلبين معاكم إنه ما تقولوا فيها بالبحرين عشان ما تروح فيها الصدقة هذه. صحيح. والطلب الثاني أبي أقرب صراف بصرف بالنقد العراقي عشان أنا مذمم أصرف بيدي. هذا الصراف موجود ونروح عليه. اللي هو المتهم الثالث. نعم. اللي يراقبكم من بعيد. نعم سيدي. اشرح لي دورك. هسه هنا الضحية اللي هو المواطن وياكم. نعم بهذا الحادث. نعم سيدي. مو؟ نعم سيدي. باشر أنت بصفة الصراف. شوف لي هاي الورقة اليوم ايش قد تسوى؟ هاي اليوم تسوى 250,000. 250,000؟ اي. زين من الخليج بيش تاخذها؟ اخذها من عنده ب 200,000. يعني تقصها كل ورقة 50,000؟ نعم. ها اصرف لي هاي الورقة. ليش تصرفت هذا التصرف؟ انه ياخذها من الخليجي اقل مما ياخذها من العراقي. خاطر هذا اللي وياي المواطن يطمع حتى على مود يعطيك فلوس. نعم. باشر كمل. اصرف لي هاي الورقة. هاي ال 250 والك مو نعم وإله؟ لا ب 200,000. ب 200,000. بارك الله فيك. راح هاي ال 250,000 مالتك، بس انت يعطوك بس 200,000، ال 250 يعطوها احنا إنه. تريد تصرف؟ طيب أنا بصرف بس بدون ما يعني. بدل ما تصرف عند الصراف احنا نصرف لك على ال 200,000 وال 50,000 تصير لنا. يعني تصرف لي من حر مالك؟ نعم. ما في مشكلة، حلال عليك. بارك الله فيك، رحم الله والديك. هنا انت شنو راح يكون دورك؟ راح يكون دوري، راح اقول له انت ايش قد عندك فلوس؟ اي. انت ايش قد عندك فلوس؟ عندي 5. عندك 5، اني هم عندي 5. صارن 10 ملايين. راح نروح نجيبهن. نعم. اني راح اجيب فلوس كذب، انزل سيد باي فرع. اللي هن شنو انواعهن؟ كفلوس عراقية. كفلوس عراقية. نعم. كفلوس عراقية. هو هم راح يجيب فلوس. نعم. راح ننطيه اياه. أي. يعطينا هاي العملة. العملة شنو هي ساقطة العملة. ساقطة. بيلاروسية لو شنو؟ بيلاروسية. نعم بس بيلاروسية لو اكو غير عملة. بيلاروسية. نعم. نعم سيدي. راح هو يستلم فلوسه البيلاروسي وانا استلم فلوس راح. اني وياه، هو راح ينزل يروح الله وياه. اي. واني اروح لجماعتي. وين هم ينتظروك؟ لي قدام سيدي. لي قدام. باقي المتهمين الموقوفين الاثنين. نعم سيدي. ذولا شنو دورهم بهذا بكل عملية؟ ذولا ما لهم دور، اذا واحد مثلا ما اجى من ذولا واحد منهم يصير. يعني هذول المتهمين نفس الموقوفين ذولا بدلاء المتهمين الموقوفين الاساسيين. بالضبط سيدي، بالضبط سيدي. وضح لي العجلات اللي تستخدموها بالحوادث. اشكال سيدي، سايبه، أي. سبورتيج، الانترا، لاند جروز، حتى توهمون المواطن. اللاند جروز مالت من؟ مال بنتي. مال بنتي. بنتك. وتستخدمها لهاي الحوادث. نعم سيدي، بس هي ما لها علم سيدي، ما تدري. اكثر مبلغ استحصلتوه من جرائم النصب والاحتيال؟ 30 مليون ازيد بيعه. ايش قد حصة كل متهم بيكم؟ بالتساوي سيدي، تتوزع. بالتساوي تتوزع. نعم سيدي. المناطق اللي اشتغلتوا بيها وين؟ الشعب سيدي. أي. مدينة الصدر. زين. الغدير، البلديات، البلديات، حيور، البنوك. زين. الاشخاص اللي تختاروهم لا على التعيين، لو تعينوهم نساء رجال شنو؟ عشوائي سيدي، كل شيء قدامنا بالشارع. عشوائي. نعم سيدي. شلون تعلمت هاي اللكنه الخليجيه؟ سيدي احنا من اهل البصره. اي. مو منا، من الزبير، فهاي اللهجه الدارجه عندنا، فنحكيها يعني يعني بطلاقه عاديه، يعني ماكو اي مشكله بيها. نهيب بالمواطنين الاعزاء اللي تعرضوا الى حوادث مماثله.
التوجه إلى مكتب القدس لمكافحة الإجرام لطلب الشكوى وإجراء التشخيص. دمتم في أمان الله وحفظه.